تغير الترتيب في المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025 بناء على النتائج المسجلة في مباريات الجولة الرابعة التي لعبت اليوم، وفيها مواجهتين: الأولى جمعت بين منتخب الطوغو والضيف المنتخب الجزائري، والثانية بين منتخب ليبيريا وغينيا الاستوائية، حيث حقق المنتخب الجزائري فوزا مهما خارج الديار ضد منتخب الطوغو بنتيجة 1-0 سجله المدافع الأنيق رامي بن سبعين من ضربة جزاء، بينما فاز منتخب غينيا الاستوائية خارج الديار أيضا على المنتخب الليبيري ب2-1. وعليه يصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي: في المرتبة الأولى دائما المنتخب الجزائري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، في المرتبة الثانية منتخب غينيا الاستوائية ب7 نقاط، في المرتبة الثالثة منتخب الطوغو بنقطتين، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة منتخب ليبيريا بنقطة واحدة. وبعد نتائج اليوم يضمن المنتخب الجزائري تأهله رسميا، بينما يتنافس باقي المنتخبات على المرتبة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.